السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كل عام وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كده ان شاء الله. باذن الله هنبدأ نتكلم النهارده على درس النشاط التعديني. درس سهل جدا وهتحفظه وهتطلع بص صامم الدرس باذن واحد احد. يلا بقى نقول بسم الله. احنا لما نيجي نتكلم على النشاط التعديني بداية كده، في النشاط التعديني اللي موجود عندي في العالم، انا عايز افهم هو يعني ايه نشاط تعديني. نشاط تعديني يا جماعة يعني انا بستخرج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الارض. يبقى لما بستخرج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الارض ده اسمه نشاط تعديني. يبقى النشاط التعديني هو الاستخراج مش الحفر. مش ان انا بحفر، ما انا ممكن احفر وما الاقيش حاجة. النشاط التعديني هو استخراج المعادن او مصادر الطاقة من باطن الارض. ممكن واحد يجي يحفر يبص يبقى حظه حلو يلاقيها على طول على وش القشرة الأرضية، قريبة جدا من سطح القشرة الأرضية، وواحد يا عيني يتعب جدا لغاية ما يلاقيها لأن هيلاقيها جوه في بطن الأرض. يبقى معنى كده إني أنا عندي النشاط التعديني يعني إيه؟ يعني إيه نشاط التعديني؟ ما المقصود بالنشاط التعديني؟ هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة منين؟ من باطن الأرض بس؟ لا، أو بالقرب من السطح. يبقى هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض أو بالقرب من السطح. ده بالنسبة للنشاط التعديني. فاكر بقى يا وحش لما جيت اتكلمت معاك وقلت لك ان يرتبط النشاط الرعوي بمناطق ايه؟ قال لي عشان يبقى عندي نشاط رعوي. ايوه انا فاكر ان في ناس قالت ايه، النشاط لازم يبقى عشان عندي نشاط رعوي لازم يبقى عندي مناطق حشائش. هنا برضه هاجي اقول لك على حاجة، عمر ما هيبقى عندك نشاط تعديني الا لما يكون عندك مادة خام اللي هي مصادر الطاقة أو المعادن. يعني ما تقوليش أنا حفرت، إيه اللي حفرت؟ ما أنت ما اشتغلتش في النشاط التعديني. النشاط التعديني أنت لازم تشتغل ولازم تطلع مواد خام. يبقى يرتبط النشاط التعديني بوجود إيه؟ المواد الخام. طب المادة الخام دي يا مستر أنا بنقلها منين؟ بنقلها من المناجم، المكان اللي بطلع منه المعادن، وبوديها لفين؟ بوديها للمصانع عشان يبدأ عملية التصنيع. يبقى يرتبط النشاط التعديني بوجود المواد الخام اللي بيتم نقلها منين؟ من المناجم، بوديها لفين؟ للمصانع. يلا بقى يا نجم قول لي ما المقصود بالنشاط التعديني؟ هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض أو بالقرب من السطح. طب يا مستر يرتبط النشاط التعديني بوجود إيه؟ عشان يبقى عندك نشاط تعديني لازم يكون عندك إيه؟ لازم يبقى عندي مادة خام. طب المادة الخام دي بعمل فيها إيه؟ بنقلها من المصانع، من المناجم بوديها للمصانع. طيب ده كده عندي بالنسبة للمواد الخام. طب مستر ثانية واحدة، هو احنا دلوقتي لما بنيجي نستخرج المعادن في حاجة بنعملها قبلها؟ قال لي في عمليات بعملها. هديك مثال عشان ما تتلخبطش عشان ده سؤال امتحانات. اما اجي اقول لك دلوقتي حضرتك هتبدأ مذاكرة، قبل ما تذاكر قبل المذاكرة في حاجات بتعملها. يا مستر بجهز نفسي، بحط المكتب، ببدأ ان انا ارتب الكتب بتاعتي، اعمل كوباية النسكافيه بتاعتي عشان اشربها. دي كلها عمليات بتسبق المذاكرة. طب هنا بقى لما بعمل عملية التعدين واخرج المعادن في عمليات بعملها قبلها؟ قال لي هناك عمليات تسبق عملية التعدين. طبيعي يا جماعة انا معايا معدات وشركات عشان تروح تحفر، اروح احفر وانا ما اعرفش في معادن ولا لا؟ يبقى لازم في الاول ابحث ونقب واكشف عن الايه؟ عن الخامات، عن المواد الخام، عن المعادن، عن مصادر الطاقة. ما ينفعش احفر كده وخلاص وفي الاخر ما الاقيش. يبقى اول حاجه بعملها احنا متفقين عمليه التعدين هي استخراج المعادن. يبقى قبل عمليه التعدين بعمل كام حاجه؟ بعمل اتنين: البحث والكشف عن الخامات، البحث والكشف عن المواد الخام. طب لقيت، يلا يا ابني بقى جهز لي المنجم، جهز لي المنجم، اعداد المنجم، اعمل اعداد ليه. طب هعمل اعداد ليه ازاي؟ عن طريق حاجتين. انتوا بتشوفوا هنا المنجم كده جوه بيبقى حفرة كده تحت بطن الأرض، فبيمدوا فيها خطوط حديدية عاملة زي شريط القطر كده عشان يحطوا فيها عربيات كده تبدأ تمشي على خط السكة الحديد، تبدأ تنزل وتطلع، تجيب المنتجات من تحت وتطلع، تجيب الحديد من تحت وتطلع. يبقى دي اسمها مد الخطوط الحديدية. يبقى أنت جهزت المنجم إزاي؟ مديت الخطوط الحديدية والطرق. طب اتنين، اعمل لي بقى مساكن للعمال. ما انت لازم تعمل مساكن للعمال زي ما انت شايف كده قدامك، اعمل مساكن للعمال، ده احنا قاعدين في الصحراء. يبقى هناك عمليات تسبق عملية التعدين، والله بيجي في الامتحان كتير. دلل هناك عمليات تسبق عملية التعدين، اقول له عندك عمليتين، ايه هما؟ البحث والكشف عن الخامات واعداد المنجم. طب اعداد المنجم بتعمل ايه؟ بمد الخطوط الحديدية، انشاء مساكن للعاملين،
بمد الخطوط الحديدية، بعمل مساكن للعاملين. يبقى يلا يا شباب، ما المقصود بالنشاط التعديني؟ هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض أو بالقرب من السطح. طب قلنا عندنا لما يجي يقول لي عندنا يرتبط النشاط التعديني بوجود المواد الخام. طب المواد الخام بنقلها منين؟ بنقلها من المنجم، بوديها لفين؟ للمصنع. طب في عمليات بتسبق التعدين؟ في عمليتين، ما انا ما ينفعش احفر كده. امال ايه عمليتين؟ واحد، البحث والكشف عن الخامات او المواد الخام. اتنين، اعداد المنجم عن طريق مد الخطوط الحديدية وانشاء مساكن للعاملين. كده اتكلمت على النشاط التعديني. طب يا مستر ايه بقى الموارد بتاعت النشاط التعديني اللي هي الموارد المعدنية؟ الموارد المعدنية بيقول لي تخيل القشرة الأرضية دي، الأرض دي تحتوي على 2000 معدن، لكن على المستوى اللي احنا نعرفه على المستوى الاقتصادي اللي هو التجاري والصناعي 200. يبقى فيها كم معدن؟ 2000. انت تعرف كم معدن؟ 200. يبقى فيها كم معدن؟ 2000. لكن المستوى الصناعي والتجاري انت تعرف كم معدن؟ 200. يبقى في القشرة الأرضية في 2000 معدن، لكن على المستوى الصناعي والتجاري اللي احنا بنستخدمهم في الصناعة والتجارة هما 200. طب يا مستر ثانية واحدة، انا عندي المعادن دي اكيد مش كل الدول بتستخدمها زي بعض. قال لي لا، تخيل كده، الدول المتقدمة دي فيها خمس سكان العالم. خمس سكان العالم، حاجة عدد قليل جدا بالنسبة للعالم، مع ان بتستهلك 85% من المعادن. يبقى الدول المتقدمة بتستهلك 85% من المعادن رغم ان عدد سكانها قليل. ليه؟ انت عارف، عشان عندها صناعات مختلفة، عندها صناعات كتير، سيارات وآلات ومعدات، وكل ده بيحتاج معادن. يبقى بسبب تعدد الصناعات او بسبب توافر الصناعات المختلفة. يلا يا وحش سمع، ما المقصود بالنشاط؟ ما تقلقش الدرس صغير. ما المقصود بالنشاط التعديني؟ هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض أو بالقرب من السطح. يرتبط النشاط التعديني بوجود إيه؟ المادة الخام اللي بينقلها منين؟ من المناجم للمصانع. طب في عمليات بتسبق التعدين؟ في 2، ببحث واكشف عن المعادن وبعمل اعداد المنجم، بجهز المنجم ازاي؟ مد الخطوط الحديدية، انشاء مساكن للعاملين. يبقى مد الخطوط الحديدية، انشاء مساكن للعاملين. طب يا مستر الارض بتحتوي على كم معدن؟ 2000. طب على المستوى الصناعي والتجاري 200. 2000 200. طب مستر هي الدول المتقدمة بتستهلك قد ايه من المعادن دي؟ 85% رغم ان سكانها خمس. ليه؟ بسبب تعدد الصناعات. بسبب تعدد الصناعات. يبقى بسبب وجود الصناعات المختلفة. طب المعادن اللي احنا هنتكلم عليها كم معدن؟ هنتكلم على 3 بس. هنتكلم على الحديد وهنتكلم على النحاس وهنتكلم على البوكسايت. طب الحديد والنحاس عارفينهم. ايه بقى البوكسايت ده؟ البوكسايت ده مادة خام بطلع منه الألمونيوم. عارفين انتوا ورق الفويل؟ عارفين الحلل الألمونيا؟ دي اسمها ألمونيوم. الألمونيوم ده بجيبه منين؟ بجيبه من البوكسايت. ايه ده انا كنت فاكر الالومنيوم ده بجيبه من الارض. لا، الالومنيوم ده بطلعه من البوكسايت. ما هو البوكسايت ده ماده خام، ماده خام بطلع منها الالومنيوم. دول الثلاثه. بص بقى يا نجم، اما نيجي نتكلم على الحديد، احنا لما نيجي نتكلم على الحديد هبقى عايز في كل واحد فيهم عايز ايه؟ عايز الاهميه وعايز الدول المنتجه ليه. والحديد هنضيف عليه بقى الدول المصدره والدول المستورده. فانا هعمل لك قصه في كل واحده ان شاء الله باذن الله. بالقصه دي انت هتدعي لي، هتطلع صميمها. بص يا نجم، لما ابدا باول حاجه الحديد، انا عايز اعرف اهميته. ايه اهميه الحديد؟ قال لي الحديد مهم لانه من اهم المعادن المستخدمه في العديد من الصناعات. ده مش بيخش في صناعه واحده، ده بيخش في العديد من الصناعات. زي ايه يا مستر؟ زي الحديد والصلب. يبقى ايه اهميه الحديد؟ من اهم المعادن المستخدمه في العديد من الصناعات، مثل صناعه الحديد والصلب، وبيدخل في القطارات طبعا. طب يا مستر مش هعرف اقول ده كله من اهم المعادن ويدخل فيه صناعه الحديد والصلب. من اهم المعادن ويدخل في صناعه الحديد والصلب. طب يا مستر ده بالنسبه لاهميته انا حفظتها خلاص. طب تعالى بالنسبه بقى لاماكن او الدول المنتجه ليه والدول المستورده ليه والدول المصدره ليه. هو انا احفظ ده كله؟ تعالى لعبك لعبه جامده جدا. اول ما اقول لك حديد، هو الحديد ده بيتصنع منه ايه؟ بيتصنع الكوبري زي ما انا كاتب كده. يبقى اول ما اقول لك حديد قول لي قصه الكوبري. حديد قصه الكوبري. طب ايه بقى قصه الكوبري؟ تعالى وانت هتبقى صعبه من الاول لكن بعد كده هتبقى سهل.
بص يا سيدي، انا حاطط لك اهو قارات العالم زي ما انت شايف قدامك اهو، فهقول لك لعبه. ايه اللعبه؟ بص يا سيدي، زي ما انت شايف، بص ايه اللي هيظهر قدامك اهو. قال لي هنا الصين عملت كوبري اديته لاستراليا، يبقى الصين عملت كوبري اديته لاستراليا. مين اتضايقت؟ موريتانيا، راحت عامله كوبريين، واحد لليابان وواحد لبريطانيا. يلا نقولها تاني، يلا نقولها تاني. يبقى انا اول ما اقول لك الحديد تقول لي الكوبري. الصين عملت كوبري اديته لاستراليا. مين اتضايقت؟ موريتانيا، راحت عامله اتنين، ودت واحد ليه؟ اليابان، والتاني ليه؟ بريطانيا. ايه بقى اللي انت بتقوله ده؟ تعال اقول لك. مين اولى الدول المنتجه للحديد؟ الصين. مين التانيه؟ استراليا. مين الدول اللي بتصدر بتودي الكباري؟ يبقى موريتانيا، عشان دي دولة نامية بتبيع الحديد. طب مين الدولة اللي خدت الكباري؟ اللي هم اليابان وبريطانيا، دي دول مستوردة ودي دول صناعية متقدمة. يعني اللعبة دي عشان اقدر احفظ الدول. طب يلا، الحديد مهم ولا مش مهم؟ يلا قول لي. مهم. مهم ليه؟ من اهم المعادن المستخدمة في العديد من الصناعات، وبيدخل في صناعة الحديد والصلب. وعايز اقول لك على معلومة خد بالك منها، الحديد بيدخل بنسبة 30% في التجارة الدولية. يبقى الحديد 30% من انتاجه بيدخل في التجارة الدولية. خد بالك من الكلمة دي، مع ان في طلبة انا واثق ان هم شاطرين هيقولوا لي اللحوم الحمراء بتدخل بنسبة كام في المية؟ 8%. جدع. يبقى لما اجي اقول لك الحديد ايه اهميته؟ واحد من اهم المعادن اللي يدخل في العديد من الصناعات مثل الحديد والصلب، وبيدخل 30% من الانتاج في التجارة الدولية. مش لازم تتقال، خليك بس عارفها. طب مين الدول اللي بتنتجه؟ الكوبري. اول ما اقول لك حديد كوبري، ايه الكوبري؟ الصين عملت كوبري ادته لاستراليا. مين اتضايقت؟ موريتانيا، راحت عامله اتنين، ودت واحد ليه؟ اليابان، والتاني ليه؟ بريطانيا. يبقى مين اولى الدول المنتجه؟ الصين. مين التانيه؟ استراليا. مين الدول اللي بتصدر؟ موريتانيا. مين الدول اللي بتستورد؟ اليابان وبريطانيا. بس كده يا نجم، ده بالنسبه عندي للحديد. بص اتفقنا؟ طب تعالى ده الحديد، تعالى بقى كلمني على مين؟ على النحاس. سهل جدا وانت صممها. ايه اهميته؟ مش احنا كلنا عارفين ان النحاس بيستخدم في صناعة الاسلاك الكهربائية؟ وبيستخدم في صناعة الادوات الكهربائية، اللمبة، الفيشة، كل ده فيها نحاس. يبقى لما اجي اقول لك ايه اهميته؟ يستخدم في صناعة الادوات الكهربائية والاسلاك الكهربائية. طب يا مستر عامل لي ايه بقى قصة في النحاس؟ عامل لك قصة جامدة قوي. بالنسبة للنحاس، اول ما اقول لك ايه الدول بتاعته افتكر السلك. افتكر كده الدول المنتجة زي ما انا كاتبها اهو بالاورنج اهو، السلك. قول لي كده السلك. يبقى الحديد كوبري، طب النحاس سلك. ايه بقى سلك؟ بص يا سيدي، دي قارات العالم زي ما انت شايفها اهو. فهنا عندي النور كان قاطع، افتكرها كده، النور كان قاطع في اسيا، فرحت واخد وصلة سلك منين؟ من امريكا الجنوبية لغاية اسيا. من امريكا الجنوبية لغاية اسيا. فقلت لها يا امريكا يا جنوبية اديني سلك اوديه لغاية اسيا، فخدت من امريكا الجنوبية لغاية اسيا. يبقى مين القارات المنتجة ليه؟ عندي موجود في امريكا الجنوبية وموجود في اسيا. خلاص كده الكهرباء وصلت؟ وصلت. طب يلا بقى يا امريكا يا جنوبية، شيلي السلك، شيلي. يبقى مين اولى الدول؟ شيلي. طب مين تاني الدول هتكون موجودة في آسيا؟ أكيد كلكم عارفينها، الصين، مفيش غيرها أصلا، الصين. يبقى تاني دولة هتبقى مين؟ هتبقى عندي الصين. إيه ده يا مستر؟ يعني أنت عايز تقول لي أول ما أشوف كلمة نحاس أفتكر كلمة السلك. شديت سلك منين؟ من أمريكا الجنوبية لغاية آسيا. يبقى أولى القارات أمريكا الجنوبية. طب التانية آسيا. طب مين أولى الدول؟ شيلي السلك، يبقى شيلي. طب والتانية هتبقى عندي الصين. يبقى دي بالنسبة للدول المنتجة. يبقى أنا كده عرفت عندنا النحاس موجود فين؟ موجود في أمريكا الجنوبية في دولة شيلي، موجود في آسيا في دولة الصين. فخد بالك بالله عليك. يلا نقولهم تاني. بالنسبة للحديد، مهم ولا مش مهم؟ مهم. ليه؟ من أهم المعادن المستخدمة في صناعة الحديد والصلب. 30% من الإنتاج بيدخل في التجارة الدولية. الحديد كوبري، يلا قولهم. الصين عملت كوبري ادته لاستراليا. مين اتضايقت؟ موريتانيا، راحت عامله اتنين، ودت واحد ليه؟ اليابان، واحد ليه؟ بريطانيا. يبقى مين اولى الدول؟ الصين. مين التانية؟ استراليا. مين الدول المصدرة؟ موريتانيا. مين الدول المستوردة؟ اليابان وبريطانيا. طب بالنسبة للنحاس بيستخدم في ايه؟ صناعة الاسلاك الكهربائية والادوات الكهربائية.
طب قلنا عندنا بالنسبه للنحاس، النحاس دي ايه القصه بتاعته؟ سلك. شديت سلك منين؟ من امريكا الجنوبيه لغايه اسيا. يبقى مين اولى القارات؟ امريكا الجنوبيه. مين الثانيه؟ اسيا. مين الدول؟ اولى الدول شيلي. يبقى عندي شيلي. طب والثانيه هتبقى الصين. ده كده عندي بالنسبه للنحاس. تعالى بقى للبوكسايت. ايه ده؟ هو ده ليه قصه تاني؟ بس تعالى نعرف ايه اهميته. ايه اهميه البوكسايت؟ ماده خام بطلع منها الالومنيوم. يبقى مادة خام لصناعة الألمنيوم. مادة خام لصناعة الألمنيوم. يبقى الخام الرئيسي لمعدن الألمنيوم. طب يا مستر ايه بقى قصته عشان احفظ الدول بتاعته؟ بص التفاهة بقى. اول مرة اقول لك بوكسيت او بوكسايت. بوكسيت، شوف انت هتنطقها ازاي، بوكسايت ايا كان. طب البوكسيت الدول المنتجة قول لي فيها س وت. البوكسايت فيها س وت، البوكسيت فيها س وت. مين القارة اللي فيها س وت او الدولة اللي فيها س وت؟ استراليا. يبقى اولى الدول استراليا. يبقى هنا اول ما اقول لك بوكسيت او بوكسايت هتقول لي س وت. يبقى مين الدولة اللي فيها س وت؟ استراليا. يبقى اولى الدول استراليا. طب يا مستر دي الدول اللي عندها بوكسايت. طب مين بقى الدول اللي موجودة عندها ألومنيوم أصلا، اللي هي الأولى في الألمنيوم، اللي بتصنع ألمنيوم؟ بص يا سيدي، علشان ما تنساهاش وتحفظها صم ويبقى الموضوع بالنسبة لك سهل، ايه قول اللي أنا هعمله لك ده. بص أنا حفظتها إزاي. قلت الولايات المتحدة فوقيها دولة اسمها دولة كندا، واستراليا فوقيها تبقى في اليابان. يبقى أنا هقولهم كده: الولايات فوقيها كندا، استراليا فوقيها اليابان. الولايات فوقيها كندا، استراليا فوقيها اليابان. يبقى مين الاولى؟ الولايات. طب مين الثانيه؟ كندا. طب مين الثالثه؟ استراليا. طب مين الرابعه؟ اليابان. دي الدول اللي بتصنع ألمنيوم. وخد بالك عشان بيلخبطك في الامتحان، في دول بتصنع ألمنيوم وفي دول منتجه للبوكسايت. بوكسايت س وت. يبقى مين؟ استراليا. لكن الدول اللي بتصنع ألمنيوم قولهم زي ما بقولهم كده: الولايات فوقيها كندا، استراليا فوقيها اليابان. الولايات فوقيها كندا، استراليا فوقيها اليابان. يبقى 1 ولايات، 2 كندا، 3 استراليا، 4 اليابان. مستر هي اي دولة ممكن تصنع ألمنيوم؟ لا، لازم يتوافر عندها مقومات. يعني ايه مقومات؟ حاجات بتساعدها على انتاج الألمنيوم. طب ايه هي المقومات؟ وابقى اسألني عشان هتيجي في الامتحان في الاخر وهتشوف ايه هي مقومات صناعة الألمنيوم. بصوا حركة ايدي بقى واحفظها معايا: طاقة بشاور على اللمبة اهو، طاقة كهربائية، خبرة علمية، سوق محلي وخارجي. طاقة كهربائية، خبرة علمية، سوق محلي وخارجي. يبقى ايه مقومات صناعة الألمنيوم؟ طاقة كهربائية، خبرة علمية، سوق محلي وخارجي. طب يا مستر لو انا بقى دولة عندي بوكسايت وما عنديش مقومات صناعة الألمنيوم، اعمل في البوكسايت ايه؟ اكله؟ لا ما تاكلوش، صدره للدول الخارجية، صدروا للدول المتقدمة. يبقى ما النتائج المترتبة على عدم توافر مقومات صناعة الألمنيوم في الدول النامية؟ أدى إلى تصديره للدول المتقدمة زي الولايات المتحدة. أنا عايز أقول لك إن الولايات المتحدة بتاخد البوكسايت من الدول النامية وتصنع منه الألمنيوم. لا مستر بقت سهلة جدا، تعالى بقى سمعها لي. بس هنسمعها ازاي؟ من الأول كده. استراليا بالنسبة عندي للبوكسايت، البوكسايت قلنا البوكسايت مهم ليه؟ مادة خام لصناعة الألمنيوم. مادة خام لصناعة الألمنيوم. طب ايه الدول المنتجة؟ المستر علمهاني أول ما أشوف كلمة بوكسايت يبقى س وت، أو بوكسيت س وت، يبقى استراليا عشان هي أولى الدول. طب مين الدول اللي بتصنع الألمنيوم؟ 4. مين فوق مين ومين فوق مين؟ استراليا فوقيها، الولايات فوقيها كندا، استراليا فوقيها اليابان. يبقى ولايات، كندا، استراليا، يابان. طب ايه هي مقومات صناعة الألمنيوم؟ 3 حاجات. ايه هما؟ طاقة كهربائية، خبرة علمية، سوق محلي وخارجي. طب ما عنديش مقومات صناعة الألمنيوم، أدى إلى تصديره للدول المتقدمة. أدى إلى تصديره للدول المتقدمة. طب يا مستر ده كده بالنسبة للبوكسايت. خلاص كده خلصنا؟ سهلة جدا. طب ممكن بقى معلش تقول لي القصة بس بتاعت كل واحد؟ الحديد الكوبري، الصين عملت كوبري اديته لاستراليا. مين اتضايقت؟ موريتانيا عملت كوبريين، واحد لليابان وواحد لبريطانيا. يبقى مين اولى الدول المنتجه؟ الصين. مين الثانيه؟ استراليا. مين الدول اللي بتصدر؟ الموريتانيا. مين الدول اللي بتستورد؟ اليابان وبريطانيا.
طب بالنسبه للنحاس يلا قولها معايا، سلك. ايوه كده، افتكر بالكلمه دي، هي دي كلمه انا هتفكرك، سلك. شديت سلك من امريكا الجنوبيه لغايه اسيا. مين اولى الدول؟ شيلي. مين التانية؟ الصين، خد بالك. طب بالنسبه للبوكسايت سين وت، سين وت يبقى استراليا. طب مين الدول اللي بتصنع؟ مين فوق مين؟ الولايات فوقيها كندا، استراليا فوقيها اليابان، يبقى الولايات كندا استراليا يابان. طب مستر ايه مقاومات صناعه الالومنيوم عشان هتيجي في الامتحان؟ ايه هي؟ طاقه كهربائيه، خبره علميه، سوق محلي وخارجي. طب لو ما عنديش مقاومات صناعه الالومنيوم ادى الى تصديره للدول المتقدمه. ده كده عندي بالنسبه للحديد والنحاس والبوكسايت. تعال نتكلم بقى على مصادر الطاقه. طب عشان نعرف مصادر الطاقه لازم تبقى فاهم حاجه. في مصادر طاقه، طبعا انت واخد الكلام ده في ابتدائي، مصادر طاقه متجدده ومصادر طاقه غير متجدده. الغير متجدد اللي بيخلص زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، وده بنستخرجه من باطن الارض. وفي مصادر طاقه تانية خالص زي الطاقه الشمسيه وطاقه الامواج وطاقه الرياح، وهنضيف عليها الطاقه النوويه دي جديده بقى. طب تعالى برضه مستر، انت عامل لي قصص بالله عليك كده زي الحديد والنحاس والبوكسايت. عامل لك قصص جامده جدا، تعالى بس ركز معايا. الفحم، نبدا باول حاجه وهو الفحم. بس قبل ما ابدا بالفحم عايز اقول لك على معلومه. لو جه قال لك في الامتحان، ودي جت في الامتحان والطلبه كلها اتلخبطت، لو جه قال لك ايه اهميه مصادر الطاقه؟ في حاجه في بلدنا دلوقتي او في حاجه في العالم ما بتشتغلش بمصادر الطاقه؟ كله بيشتغل بمصادر الطاقه. يبقى مصادر الطاقه ايه اهميتها؟ القوى المحركه لحياه الانسان في كل المجالات. هي القوى المحركه لحياه الانسان في جميع المجالات. القوى المحركه لحياه الانسان في جميع المجالات. يبقى لو قال لي في الامتحان ما المقصود بمصادر الطاقه او ايه اهميه مصادر الطاقه، الاتنين اجابه واحده، هي القوى اللي بتحرك حياه الانسان في جميع المجالات. طب نبدا بالفحم زي ما احنا شايفين قدامنا. لما نيجي نتكلم على الفحم، الفحم مهم، ما احنا عرفنا كل حاجه باخد الاهميه وباخد من الدول اللي بتنتجه. طب تعالى نبدا باول حاجه وهي الفحم. الفحم مهم؟ طبعا مهم يا مستر. الفحم ده هو اللي بيولد لي الكهرباء. وحاجة تانية، بيستخدم في الصناعة، ده مصدر رئيسي في الصناعة. يبقى أنا عرفت كده إيه أهمية الفحم، مصدر رئيسي في الصناعة. طب اتنين، يستخدم في توليد الكهرباء، يبقى مصدر رئيسي في الصناعة ويستخدم في توليد الكهرباء. مصدر رئيسي في الصناعة ويستخدم في توليد الكهرباء، ده بالنسبة للفحم. يبقى الفحم تاني يقول لي كده اهميته، مصدر في الصناعه ويستخدم في توليد الكهرباء، يبقى بيولد الكهرباء ومصدر رئيسي في الصناعه، ده بالنسبه للفحم. طب يا مستر بالنسبه بقى للدول والقارات اللي بتنتجه علشان ما نتلخبطش، بص بقى اللعبه اللي هنعملها دي. اول ما اقول لك مين الدول المنتجه له قول لي كده الفحم خفيف. الفحم خفيف. طب لو رفعته يطلع لفوق، يطلع لفوق، ياخد القارات اللي فوق. ايه ده يا مستر هنعلمها بكده؟ الفحم خفيف يطلع لفوق ياخد القارات اللي فوق. مين هما؟ اسيا، ايوه اسيا واوروبا وامريكا الشماليه. يبقى اول ما اقول لك الفحم تقول لي ايه؟ الفحم خفيف يطلع لفوق. فين؟ اسيا، اوروبا، امريكا الشماليه. طب مستر مين اهم الدول؟ اكيد كلكم عارفين، مادام اسيا يبقى الصين. طب التانية، بص رحت لمين على طول؟ للولايات المتحدة. طب التالتة ارجع تاني للهند. يبقى لما اجي اقول لك مين الدول المنتجة للفحم هتقول لي يلا واحد الصين، بعد كده التانية روح للولايات المتحدة، بعد كده التالتة ارجع لمين؟ للهند. طب مستر هي اوروبا ما فيهاش ترتيب؟ لا ما فيهاش ترتيب، لان اوروبا الدول اللي فيها الانتاج بتاعها قليل، لكن لما بيحطوا كله على بعض بيعمل انتاج كبير. يبقى لو جه قال لي عندنا تاني يلا الفحم، الفحم خفيف يطلع لفوق ياخد القارات اللي فوق. يبقى هنا مين؟ اسيا، اوروبا، امريكا الشماليه. طب مين اولى الدول؟ الصين. طب مين التانية؟ الولايات. طب مين التالتة؟ الهند. خد بالك من القصه دي. مستر بس انا عندي معلومه بيقول لي ان اسيا واوروبا فيها انتاج كبير. دي اسيا واوروبا الاتنين مع بعض بينتجوا 3/4 الانتاج العالمي. يبقى اسيا واوروبا بينتجوا 3/4 الانتاج العالمي. بالله عليك خد بالك من النقطه دي. طب سؤال بقى جاي في الامتحان ان شاء الله وهتشوف الكلام ده. الفحم بيقول لي انه ليه اهميه من زمان قوي، من اواخر القرن ال18 واوائل القرن ال20 مهم برضه. يعني مهم زمان
ومهم من قريب من القرن العشرين. طب ليه يا مستر؟ بص يا سيدي، الفحم ده زمان اوروبا دي ما كانش عندها صناعة اصلا، فاوروبا عملت ثورة صناعية. يعني ايه ثورة صناعية؟ يعني اوروبا عملت مصانع كتير جدا. طب هنشغلها بايه؟ قال لك هنشغلها بالفحم. ايه ده؟ يعني الاساس بتاعك هو الفحم؟ يعني اساس الثورة الصناعية اللي اتعملت دي هو الفحم؟ يعني الفحم هو عماد؟ اول ما اقول لك فحم قول لي عماد. قريبك عماد، فحم عماد. طب عماد فحم، فحم عماد. يبقى الفحم مهم اواخر القرن ال 18. ليه؟ كان عماد. يعني ايه عماد؟ اساس الثوره الصناعيه. يبقى بالله عليك لو جه قال لك للفحم اهميه كبيره منذ اواخر القرن ال 18 حتى اوائل القرن ال 20، اقول له اواخر القرن ال 18 كان عماد. اواخر القرن ال 18 كان عماد الثوره الصناعيه في اوروبا. اساس الثوره الصناعيه في اوروبا هو اللي خلى المصانع كلها تشتغل. طب دلوقتي هو المصدر الاول والرئيسي للطاقه. امتى؟ في القرن العشرين المصدر الاول والرئيسي للطاقه. يبقى الفحم مهم في فترتين، ايه هما؟ في اواخر القرن ال 18 كان عماد الثوره الصناعيه. طب في اوائل القرن العشرين كان المصدر الاول والرئيسي للطاقه. بس كده يا نجم. يلا بقى نسمعها تاني. الفحم مهم ولا مش مهم؟ مهم. اشمعنى؟ مصدر رئيسي في الصناعه، يستخدم في توليد الكهرباء. طب مين الدول المنتجة؟ استنى انا حافظ القصة. الفحم خفيف، يطلع لفوق، ياخد القارات اللي فوق، اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية. مين اولى الدول؟ الصين. مين التانية؟ الولايات. مين التالتة؟ الهند. اوروبا واسيا بينتجوا قد ايه مع بعض؟ 3/4 الانتاج العالمي. الفحم مهم ولا مش مهم؟ مهم. ليه اهمية امتى؟ زمان في القرن ال 18 ودلوقتي. طب في القرن ال 18 عماد الثورة الصناعية. طب دلوقتي في اوائل القرن العشرين ماله؟ مصدر رئيسي، ومصدر رئيسي في الصناعة وفي الطاقة. يبقى المصدر الأول والرئيسي للطاقة. ده بالنسبة للفحم. تعال نتكلم على تاني حاجة وهو البترول. طب البترول مهم؟ قال لي مهم جدا. ايه أهمية البترول؟ بص بقى تعمل لي كده. أول ما أقول لك ايه أهمية البترول اعمل لي يلا بإيدك كده زي ما هم عملوا. تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، علاقات سياسية. يلا قولها تاني. تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، علاقات سياسيه. ايه اللي انت بتعمله ده يا مستر بقى؟ عندك بترول يبقى انت عندك تنميه اقتصاديه، اقتصادك حلو. عندك بترول يبقى انت عندك تنميه اجتماعيه، المجتمع بتاعك بيتطور. عندك بترول اعرف ان انت عندك علاقات سياسيه مع الدول الاخرى. ما هم الدول التانية لو عندك بترول هيحبوك جدا، هم بتوع مصلحتهم عايزين بترول. يبقى البترول مهم ولا مش مهم؟ مهم. بيرتبط بيه يلا غنيها. تنميه اقتصاديه، تنميه اجتماعيه، علاقات سياسيه. اعمل زي ما بعملها كده. تنميه اقتصاديه، تنمية اجتماعية، علاقات سياسية. طب ده بالنسبة لأهمية البترول. مين الدول المنتجة ليه؟ مستر انت معلمني كل حاجة بنعمل لها قصة. البترول أول ما أقول لك بترول قول لي رقم 6. رقم 6. يبقى البترول هتقول لي رقم 6. يبقى البترول رقم 6. يبقى لما أجي أقول لك البترول هتقول لي رقم 6. إيه رقم 6 دي؟ بص يا سيدي. طبعا كلنا عارفين ان اولى الدول العربيه انتاجا للبترول في العالم كله السعوديه، زي ما هي ظاهره قدامك اهي. يبقى راس ظاهره فين؟ في 6 من تحت اهي. ظاهره في 6 منين؟ من تحت. طيب السعوديه دي موجوده، في ناس هتعرف على فكره، السعوديه دي موجوده في اسيا. جميل. طب فوق خالص في اسيا دوله اسمها دوله ايه؟ ايوه انا سامعك بتقول روسيا. يبقى السعوديه روسيا. طب مين بقى الدوله اللي موجوده في الشمال خالص؟ الولايات المتحده. يبقى سعوديه، روسيا، ولايات. سعودية، روسيا، ولايات. يبقى مين الأولى؟ السعودية. مين التانية؟ روسيا. مين التالتة؟ الولايات. راحت الولايات قالت لهم ايه؟ هو انا التالتة؟ راحت الولايات عملت ايه؟ عيطت. ايوه زي ما هي موجودة. فقالت لك انا هبقى الأولى في الغاز الطبيعي. مستر انا سمعت الكلام ده قبل كده، سمعت ان في دولة عيطت في الحيوانات. ايوه انا فاكرك. مين اللي عيطت؟ الصين. فبقت الأولى في الايه؟ في الأغنام. يبقى في دولتين عيطوا في المنهج. الصين عيطت فبقت الأولى في الأغنام، والولايات عيطت فبقت الأولى في الغاز الطبيعي. بقت الأولى في الغاز الطبيعي. يلا نقولها من تاني. البترول مهم ولا مش مهم؟ مهم. بيرتبط بيه تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، علاقات سياسية. طب بالنسبة للبترول رقم كام؟ 6. يبقى مين؟ سعودية، روسيا، إمارات. مين عيطت؟ الولايات. فبقت الاولى في الايه؟ في الغاز الطبيعي. بس انا عايز اقول لك على حاجه خد بالك منها.
البترول والغاز الطبيعي مع بعض بيمثلوا 55% من الطاقة اللي بيستخدموها في العالم. يعني العالم بيستخدم البترول والغاز الطبيعي بنسبة كام؟ 55%. يبقى لما جه قال لي في الامتحان يشكل البترول مع الغاز الطبيعي كام في المية من الطاقة المستخدمة في العالم؟ 55%. 55%. طيب تعالى بقى اضيف لك سؤال ثابت، لان احنا كنا قلنا في اسئلة ثابتة، مش عارف انت فاكرها ولا لا. اي حاجة بتتزرع في اي حتة بسبب توافر ظروف زراعته، اي حتة فيها رعي بسبب توافر الحشائش، اي حد بيستهلك لحمة كتير بسبب ارتفاع مستوى المعيشة، اي حد عنده اسماك بسبب طول السواحل. تعالى بقى اضيف لك سؤال تاني. اي حاجة في الدنيا سعرها ارتفع، اعرف حاجتين: يا اما بيستخدموها كتير، يا اما بتتعدد او بيزيد الطلب عليها. اي حاجة في الدنيا سعرها بيرتفع بسبب زيادة الطلب عليها واستخدامها كتير، بما تفسر لارتفاع اسعار البترول باستمرار لزيادة الطلب عليه وتعدد استخداماته. لزيادة الطلب عليه وتعدد استخداماته. يلا نقولها تاني. البترول قلت له مهم ليه؟ تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، علاقات سياسية. طب قلنا البترول بيشكل مع الغاز الطبيعي كام في المية؟ 55% من الطاقة. طب البترول الانتاج، ايوه انا فاكر 6: سعودية، روسيا، وولايات. سعودية، روسيا، ولايات. الولايات عملت ايه؟ عيطت فبقت الاولى في الايه؟ في الغاز الطبيعي. طب البترول بيرتفع سعره ليه؟ بسبب زيادة الطلب عليه، بسبب زيادة الطلب عليه، بسبب زيادة الطلب عليه وتعدد استخداماته. طب تعالى للغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي مهم ولا مش مهم؟ قسما بالله ده انت حافظها من زمان، ده انا اول ما اقول لك الكلمة انت هتقولها. الغاز الطبيعي مهم ولا مش مهم؟ مهم. طب مهم ليه؟ بص: 1: سهل النقل، رخيص الثمن، اقل تلوث للبيئة، يستخدم في توليد الكهرباء، يستخدم كوقود للسيارات، يستخدم في الأغراض المنزلية. عندنا في البيت كلنا في غاز، يبقى بيستخدم في الأغراض المنزلية وبيمثل 25%. يعني إيه؟ يعني بيمثل 25% من مصادر الوقود في العالم. يعني هو لوحده بيمثل 25% من مصادر الوقود اللي موجودة فين؟ في العالم. يبقى الغاز الطبيعي 25% من مصادر الوقود. يبقى إيه أهمية الغاز الطبيعي؟ لا سهلة يا مستر، ما فيهاش حاجة. 1: سهل النقل، رخيص الثمن، أقل تلوث للبيئة. طب رقم 3: يستخدم في توليد الكهرباء، يستخدم كوقود للسيارات بدل من البنزين، يستخدم في ايه؟ قال لي يستخدم في الأغراض المنزلية وبيمثل 25%. وبيمثل 25%. طب مستر مين الدول المنتجة ليه؟ ما انت حفظتها بقى. مين الدولة اللي عيطت؟ ايوه مين اللي عيط؟ الولايات المتحدة. فبقت الأولى مين؟ الولايات المتحدة، أولى الدول إنتاجا للغاز الطبيعي. طب مستر ده بالنسبة للدولة. مين بقى القارة اللي عندها غاز طبيعي كتير؟ أوروبا. خلي بالك من دي بالله عليك احفظها. أوروبا. يبقى أولى القارات إنتاجا للغاز الطبيعي أوروبا. ده لوحدها بتنتج تلت الإنتاج العالمي. بتنتج تلت الإنتاج العالمي. بتنتج تلت الإنتاج العالمي. فخد بالك بالنسبة للغاز الطبيعي. يبقى الغاز الطبيعي سهل النقل، أقل تلوث للبيئة، رخيص الثمن، يستخدم في توليد الكهرباء، يستخدم في الأغراض المنزلية، يمثل 25%، يستخدم كوقود للسيارات. مين اللي عيطت؟ قلنا الولايات المتحدة، فبقت الأولى في الغاز الطبيعي. لكن أولى القارات أوروبا، عندها تلت الإنتاج العالمي. طب لو جالي سؤال يا مستر بيقول لي بما تفسر ليه بيتوسعوا في استخدام الغاز الطبيعي؟ ده سؤال أهبل بتاع ابتدائي. لأنها مصادر طاقة نظيفة تحافظ على البيئة من التلوث ورخيص الثمن وسهل النقل. عشان كده بيتوسعوا في استخدام الغاز الطبيعي. كده احنا خلصنا. المفروض احنا كده خلصنا، ناقص لنا المصادر الطاقة اللي هي المتجددة: الطاقة النووية وطاقة الرياح وطاقة الشمس وطاقة الأمواج. ودول تفهيم جدا. بس معلش ممكن بعد إذنك تقول لي الحديد ايه القصة بتاعته؟ قول لي القصة بس. الحديد كوبري، الصين عملت كوبري اديته لاستراليا. مين اتضايقت؟ موريتانيا. راحت عاملة 2 ودت 1 ليه؟ اليابان، 1 ليه؟ بريطانيا. طب بالنسبة للنحاس سلك، شديت سلك من أمريكا الجنوبية لغاية آسيا. يبقى مين أولى الدول؟ شيلي. مين التانية؟ الصين. طب بالنسبة للبوكسايت سين وت يبقى استراليا. طب مين الدول اللي بتصنع ألمنيوم؟ 4. مين فوق مين؟ الولايات، فوقها كندا، استراليا، فوقها اليابان. يبقى ولايات، كندا، استراليا، يابان. طب مستر بالنسبة للفحم قول لي الكلمة بتاعته. الفحم خفيف، يطلع لفوق، ياخد القارات اللي فوق: آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية. يبقى مين الدول؟ الصين،
الولايات ارجع تاني الهند. طب بالنسبة عندي للبترول، تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، علاقات سياسية. طب البترول رقم كام؟ ايوه انا فاكر 6. سعودية، روسيا، ولايات. الولايات عيطت عشان بقت التالتة، قالت لك انا هبقى الاول في الغاز الطبيعي. طب الغاز الطبيعي هتبقى اللي عيطت مين؟ الولايات المتحدة، فهتبقى الاول. لكن كقارة اوروبا عندها تلت الانتاج العالمي. طب تعالى بقى للطاقة مين؟ النووية، اللي هي الكهرباء النووية او الطاقة النووية، والرياح والامواج والطاقه الشمسيه. الامواج دي بتسمى ليها اسم تاني، المد والجزر. المد والجزر. طيب زي ما احنا شايفين في الصور كده، دي الطاقه النوويه، ودي طاقه الرياح، ودي طاقه الامواج، ودي الطاقه الشمسيه. ركز معايا بقى. تعالى بالنسبه للكهرباء النوويه او الطاقه النوويه. يعني ايه كهرباء نوويه؟ ما المقصود بيها؟ خليك ذكي. هي مش اي كهرباء في الدنيا بتتولد من ايه؟ يبقى لما اجي اقول لك ما المقصود بالكهرباء النوويه، او يعني ايه كهرباء نوويه، خد كلمه كهرباء وخد نوويه خليها في الاخر. يبقى كهرباء بتولد من الطاقه او من المحطات النوويه السلميه، لان النووي فيه حاجتين، سلمي بيستخدم في توليد الكهرباء، وفي بيستخدمه غير سلمي بيستخدمه في الحروب، ملناش دعوه بيه. يبقى ما المقصود بالطاقه النوويه او بالكهرباء النوويه؟ هي كهرباء مولده من المحطات النوويه السلميه. كهرباء مولده منين؟ من المحطات النوويه السلميه. دي الكهرباء النوويه. طب يا مستر بالنسبه لطاقه الرياح، بتولد الكهرباء من الرياح. طب طاقة الأمواج، بتولد الكهرباء من الأمواج ومد والجذب وحركة المد والجذب، ما فيهاش حاجة إيه؟ طب والطاقة الشمسية، بتولد الكهرباء من الشمس. سيبك من اللي موجودة هنا، مكتوب هنا عندنا دلوقتي تولد الكهرباء من الأمواج، لا بتولد الكهرباء من الشمس، سيبك دي غلطة. يبقى بتولد الكهرباء من الشمس. يبقى أنا كده عندي كام طاقة؟ عندي كهرباء نووية، عندي طاقة الرياح، عندي طاقة الأمواج، عندي الطاقة الشمسية. الكهرباء النووية هي كهرباء بتولد من المحطات النووية السلمية. طب بالنسبة لطاقة الرياح، هي كهرباء بتولد من الكهرباء من الرياح. طب طاقة الأمواج هي كهرباء بتولد من الأمواج وحركة المد والجذب. طب والطاقة الشمسية، ودي كهرباء بتولد منين؟ من الشمس. طب تعال، مش انت معودك عشان نعرف الدول والقارات يبقى الموضوع سهل عليا نحفظ كلمة؟ هي الطاقة النووية مش عايزة قارة متقدمة قوي؟ طبعا. طب مين القارات المتقدمة؟ أنا سامعك. أيوة، آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. بس مين أكتر تقدم؟ أوروبا وأمريكا الشمالية. يبقى أول ما أسمع كلمة طاقة نووية يبقى قارة متقدمة، يبقى أوروبا وأمريكا الشمالية. يبقى مين أولى القارات؟ أوروبا. طب مين التانية؟ أمريكا الشمالية. طب تعالى نبدأ بطاقة الرياح. طاقة الرياح، مين الدول اللي بتولد الكهرباء من الرياح؟ بص بقى نحفظها ازاي. مش الرياح عكس المية، يعني الهواء عكس المية؟ الهواء فرنسا بريطانيا. طب المية بريطانيا فرنسا. يلا تاني، الرياح فرنسا بريطانيا. طب والهواء المية بريطانيا فرنسا، عكس بعض. طب مستر مفيش دول تاني؟ لا في دولة تالتة هنقولها اهي. يبقى بالنسبة عندي للرياح هتبقى فرنسا بريطانيا ولايات. بس اللي بيجي الاولانيين، الاتنين الاولانيين، فرنسا بريطانيا ولايات. وخلي بالك موجودة في 5 دول عربية، تتقدمهم مصر الاول بعد كده المغرب. مصر الاول وبعد كده المغرب. عندي بقى دول تانية زي الاردن وسوريا وتونس، سيبك منهم خليك حافظ لي دول. يبقى مين الكهرباء اللي بتولد من الرياح؟ موجودة فين؟ فرنسا بريطانيا. طب من المية؟ بريطانيا فرنسا. طب مستر في دول تانية؟ احنا قلناها. الرياح فرنسا بريطانيا ولايات. طب المية؟ بريطانيا فرنسا يابان. بريطانيا، احفظ لي اول اتنين، احفظ لي اول اتنين. طب بالنسبة للرياح موجودة في 5 دول عربية، تتقدمهم مصر والمغرب. لو جه سؤال في الامتحان وقال لي مين اول دولة عربية في الكهرباء من الرياح؟ مصر. لكن لو قال لك اول دولة في العالم، فرنسا. طب بالنسبة للطاقة الشمسية قال لي انا عندي مين؟ مصر. ومصر لجأت لتوليد او لانشاء محطات لتوليد الكهرباء من الشمس عشان دي طاقة نظيفة. معلش يا مستر انا متلخبط فيها، قولها لي كده. الكهرباء النووية قارة متقدمة، يبقى اوروبا وامريكا الشمالية. طب الرياح فرنسا بريطانيا. طب الامواج بريطانيا فرنسا. طب بالنسبة للرياح موجودة في الدول العربية؟ 5 دول عربية تتقدمهم مصر والمغرب. طب بالنسبة للطاقة الشمسية؟ مصر. بالنسبة للطاقة الشمسية مصر
خد بالك بقى من دي قوي. طب مستر لو جالي سؤال في الامتحان، ده سؤال بقى بتاع ابتدائي، ليه لجأت الدول المتقدمة ان هي تعتمد على مصادر الطاقة زي الرياح والطاقة الشمسية؟ عشان دي طاقة نظيفة لا تلوث البيئة، يبقى لانها طاقة نظيفة تحافظ على البيئة من التلوث. طيب كده يا مستر انت قلت لي ان في كذا حاجة بتولد كهرباء، البترول والفحم والغاز الطبيعي بيطلعوا، او الفحم والغاز الطبيعي بيولدوا الكهرباء، وقلت لي برضو الرياح والشمس والطاقة النووية بتطلع كهرباء. فأصبح الكهرباء بقى نوعين، في كهرباء اسمها كهرباء حرارية، وكهرباء قال لي خلي بالك من دي كهرباء مائية. يعني ايه كهرباء حرارية؟ كهرباء بتولد من الفحم والبترول والغاز الطبيعي. طب يعني ايه كهرباء مائية؟ هي كهرباء بتولد من الأمواج وحركة المد والجزر. يبقى يعني ايه كهرباء حرارية؟ هي كهرباء بتولد من البترول والفحم والغاز الطبيعي. طب ما المقصود بالكهرباء المائية؟ هي كهرباء بتولد أو بيتم إنتاجها من الأمواج وحركة المد والجزر. كده احنا خلصنا الحديد وعرفنا قصته الكبري، عرفنا النحاس وعرفنا قصته السلك، عرفنا البوكسايت س وت، عرفنا ان الفحم خفيف يطلع لفوق، عرفنا البترول رقم 6، عرفنا الغاز الطبيعي الدولة اللي عيطت اللي هي الولايات المتحدة، عرفنا الطاقة النووية القارة المتقدمة أوروبا وأمريكا الشمالية، عرفنا الرياح فرنسا بريطانيا، عرفنا الأمواج بريطانيا فرنسا، عرفنا إن الطاقة الشمسية موجودة في مصر. كده أنا وصلت لنهاية الدرس، أظن أتمنى تكون حفظته صم. لو حفظته بقى خش ادعي لي عشان أعرف إن أنت حفظته إن شاء الله بإذن الله، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.